الوردة الشامية. شرف معلمي، وهي أحلى باقة ورد. يا سلام عليك. الله، هات شوف، الله يسلم هالديات. لك منين جبتها؟ هي بعت لك إياها أبو أحمد مع 100,000 اللي إلك إياها معه. قال هي من عنده من المزرعة. شميت الريحة معلمي؟ عبق المحل فيها والله. ايه والله، الله يسلم دياته. والله اشتقنا للورد الجوري وريحته، من زمان ما شمينا هالريحة الطيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين بالأستاذ زهير. فوت فوت لعندي لجوا، فوت. يا سلام، شو هالريحة الطيبة هي؟ لك شي بياخد العقل. منين هالوردات أبو الفوز؟ هدول هلأ جابن أبو عيون من عند أبو أحمد. قال بعتن هدية من المزرعة تبعه، الله يكتر خيره. أبو عيون، درني حط الوردات بالقنينة وصب شاي للأستاذ. بأمرك يا عرق عيني، دقيقة واحدة بس. فعلا إنه هدية كتير حلوة والله يكتر خيره. وعلى فكرة، مو بس منظر مثل الورد اللي معبي المحلات، لا، شم أطيب هالريحة معبقة بكل المحل. يا سلام. فعلا قليل ما شوف له ريحة هالأيام، كله منظر بلا ريحة. لا، اليوم في اهتمام كبير بالوردة الشامية، وحتى صار في إلها مزارع كبيرة. ومن فترة كانوا عاملين احتفال كبير لموسم قطاف الوردة الشامية بضيعة قريبة من الشام اسمها المراح. مظبوط أستاذ، أنا قريت عن النت، كل سنة بيعملوا احتفال بالمراح. شرف أستاذ، شراب شاي حطيت له كم ورقة من ورقات الورد مشان الطعمة يعني أستاذ. ايه والله، الله يسلم هالديات. هاي الوردة بتحمل اسم الشام، وهي نفسها الوردة الجورية صاحبة الشهرة العالمية، واللي منها بيعملوا أشهر العطور بالعالم، وإلها عدة استخدامات. منها بيعملوا مربى الورد وعصير الماورد، وبيقطروها وبيطالعوا منها زيت بيستخدموه للصابون، وكتير من المنتجات الطبية. يا سلام يا سلام، والله شي بيفتح النفس. ها، لندوق هالشايات. شو هالشاي هادي يا أبو عيون؟ فعلا نكهة غير شكل. الله يسلم هالتم يا أستاذ. أبو عيون، صب له كاسة تانية. مو على عيني يا عرق عيني.